انواع العسل اليمني. تمام. طبعا عسل السدر في منه عدة أصناف. في معك عسل السدر الدوعني، الملكي، الفاخر، هذا كله من جنوب اليمن، حضرموت، وادي دوعان. تمام، الثلاث انواع دولت من جنوب الاختلاف فيما بينهم اختلاف نسبة السدر. تمام. في معك النوع الثاني عسل السدر العصيمي، هذا من شمال اليمن من وادي عصيمات. وادي عصيمات. هذا من أفخر أنواع يعني انتوا هنا العسل كده اليمني. افخر انواع العسل عندك في جنوب اليمن. هو بالجنوب وبالشمال كله درجة أولى، بس اختلاف المناطق، نسبة الأزهار، مثلا أزهار السدر في العسل، طبيعة الأرض، المناخ، التربة، البرودة، الرطوبة، كل منطقة لها مناخ بيختلف، بيعكس دورة على جودة العسل. تمام. كذلك اختلاف نسبة السدر. اختلاف في عدة أنواع من عسل السدر، طب كل نوع. اعلى عسل السدر في العصيمي. السدر العصيمي. هذا هو أفخر أنواع العسل اليمني. طب ممكن تفرجنا كده على الطعام بتاعه؟ بسم الله ما شاء الله. في معك طبعا انواع ثانيه، ومنها العسل الاسود اللي هو عسل السمره، وعسل السلام. عسل السلام ورينا بس القوام بتاعه. عسل السلام هذا من جزيره سقطرى. عسل السلام من حضرموت. هذا مشاكل الجهاز الهضمي، مشاكل المعده. عسل السلام. هذا عسل السمره. عسل السمرة ده عسل سمرة. الملكي. السمره في نوعين منه، في سمره ملكي وفي سمره فاخر، الاثنين من نفس المنطقه من حضرموت. طبعا تمام. مشاكل الجهاز الهضمي، مشاكل المعده، الكلى، القرحه، القولون، البروستات، يعتبر من افضل الانواع. وفي هذا من جزيره سقطرى اللي هو عسل السلام. طبعا من افضل الانواع، هذه الثلاث الانواع مناسب اللي عندهم سكري، تمام. جهاز هضمي مع الجهاز التنفسي بشكل كامل. هذا هو العسل الاسود، العسل السلام السقطري. في انواع ثانيه مختلفه، مثلا السدر الربيعي. السدر الربيعي هذا عبارة عن نسبة سدرة خفيفة وبقية الزهور الربيع. زهور الربيع زي ايه عندنا؟ احنا يعني عندنا زهور متنوعة بيكون. يعني احنا عندنا في مصر مثلا بالنسبة لنا في عسل الربيع بنسميه عسل الموالح او عسل الحمضيات او عسل الحمضيات زي ما بيسموه هنا في الاردن. لا، عندنا في اليمن ما فيش حمضيات، كلها عسل مثلا زهور برية. زهور برية. زهور برية. عسل الحمضيات بيختلف عن عسل الزهور البرية. تمام. زهور البرية هنا بيتغذى من كافة الأزهار. يعني عسل الربيع عندك هذا الربيعي بنهاية موسم السدر، يعني نسبة خفيفة السدر وبقية الزهور. تمام. وفي هذه الزهور البرية اللي النحل بيتغذى على كافة أنواع الزهور. نحل بتغذى للأطفال مثلا، للكحة، للرشح، بروتينات، فيتامينات، شيء مرتب جدا. طبعا في معنا انتاجات جديدة لبيت العسل اليمني، من هذه العبوات، في منها حجم كيلو و100، في منها حجم 550، في منها عدة أصناف. مثلا عندك عسل السدر 3 أصناف منه أو 4 أصناف تقريبا. انتوا بتعبوا النهارده في